السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلابي وطالباتي طلاب المعاهد الازهريه في جمهوريه مصر العربيه، طلاب الصف الاول الاعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض ماده الفقه الحنفي. قلت لكم ان احنا هنشرح فقه حنفي وهنشرح لاولى اعدادي وهنشرح اصول لتانية اعدادي. تمام. طيب عندنا اول حاجه كده باب صلاه العيدين. من اسمه كده تفتكروا احنا بناخد باب صلاه العيدين ده هناخد فيه ايه؟ هناخد ايه في صلاه العيد؟ هناخد في صلاه العيد حكمها. اهم حاجه ان احنا نكون عارفين حكم الشيء ايه، يعني الحاجه اللي احنا بنعملها دي حكمها ايه؟ حكمها واجب، حكمها فرض، حكمها سنه، حكمها سنه مؤكده، حكمها مستحب. دي كلها احكام. تمام. جائز. كل دي احكام. طيب باب صلاه العيدين احنا هندرس الحكم وهندرس ما يستحب فعله يوم العيدين. احنا يستحب لينا اننا نعمل ايه يوم العيد. هندرس كمان امتى وقت صلاه العيد بيبدا وامتى وقت صلاه العيد بينتهي. تمام كده. يبقى احنا النهارده هنركز على 3 عناصر في الفيديو ده. هنركز على حكم صلاه العيد ايه، وايه اللي بيستحب فعله ان احنا نعمله يوم صلاه العيد او يوم العيد، متى يبدا وقت صلاه العيد ومتى ينتهي، امتى وقت صلاه العيد هيبدا وامتى هينتهي. طيب اول حاجه كده احنا عندنا كام عيد؟ هم عيدين بس، ما عندناش اكتر من عيدين في الاسلام. العيد الاول اللي هو عيد الفطر اللي هو بيبقى بعد رمضان. تمام، ده اسمه عيد الفطر. طيب العيد التاني عيد الاضحى، ده تقريبا بيبقى بعدها بشهرين، بيكون يوم 10 ذي الحجه. تمام. اول حاجه ايه حكم صلاه العيدين؟ انا عندي فقهاء المذهب بتوعي اللي هم الاحناف اختلفوا في النقطه دي. في فريق منهم قال ان حكم صلاه العيد واجب. حكم صلاة العيد واجب، يبقى واجب عليا ان انا اصلي صلاة ايه؟ عيد، او ان انا اعمل صلاة ايه؟ اعمل صلاة عيد في المكان اللي انا فيه. طيب فريق تاني قال لك لا، هي مش واجب، هي سنة مؤكدة. مش واجب لكنها سنة ايه؟ مؤكدة. الواجب اعلى من السنة المؤكدة. تمام. يبقى المفروض ان احنا هنعمل ده، لكن ثوابه هو ثواب الواجب. وقيل لا، ثوابه ده ثواب الايه؟ السنة المؤكدة. تمام. في تلك الحالتين احنا هنصلي صلاة العيد ان شاء الله. تمام، دي اهم حاجة. قيل ايه؟ واجبة، وقيل سنة مؤكدة. هناخد العنصر الثاني، ما الذي يستحب فعله يوم العيدين. ايه اللي يستحب ان انا اعمله يوم العيد؟ طبعا خلوا بالكم كلمة يستحب يعني ده مش اكيد، يعني مش لازم، يعني لو ما عملتش الحاجة دي خلاص كده مش هاخد ثواب خالص. لا عادي، مفيش مشكلة. يستحب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله ولكن كان بيتركه احيانا. تمام. يبقى مش او يعمله مرة ويتركه اخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مواظب على الفعل الحاجات دي، لكن حكمها يستحب. الافضل ان احنا نعملها، مش عشان حاجه انا عرفت ان هي مستحبه فانا ما اعملهاش واكسل عنها، لا بالعكس، لازم اعملها. او افضل، انا من وجهه نظري كندى، افضل ان احنا نعمل الحاجات حتى المستحبه، لان انتوا حاجات بسيطه على حاجات بسيطه على حاجات بسيطه ممكن تدخلنا الجنه. فالافضل بكتير ان احنا ما نقعدش نقول اصل ده سنه، اصل ده مستحب، اصل ده مش قوي، اصل ده عادي. لا، مفيش حاجة اسمها عادي. حاجات صغيرة حلوة كتير ممكن تدخلني الجنة، وحاجات صغيرة وحشة كتير ممكن تدخلني النار. تمام؟ طيب أول حاجة قالك يستحب في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل أن يذهب إلى الصلاة، أو قبل ما يروح إيه؟ يصلي. يبقى في عيد الفطر يستحب، ركزوا معايا في الحتة دي لأن هي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهقول لكم حاجة حلوة قوي تفتكروها بيها على طول. يبقى انا عندي في عيد الفطر يستحب ان انا اكل وبعد كده اروح اصلي. طيب في عيد الاضحى قال لك لا، يستحب في عيد الاضحى ان انا اروح اصلي وبعدها ما اخلص صلاه اكل. طيب انا هخليكم تفتكروها حاجه بسيطه عشان ما تتلخبطوش في الامتحان. اول حاجه يستحب في عيد الفطر، عيد الفطر ده اللي هو امتى؟
اللي هو بعد رمضان على طول. طبعا احنا طول الشهر بتاع رمضان بنكون صايمين، ما حدش يقدر كده الصبح يمشي بإزازة مية ويشرب كده عادي. بنبقى يعني حريصين شوية ان احنا ما نبينش، مثلا لو حد فاطر او حد مريض او حد على سفر او كده، بيبقى حريص برضو ان هو يعني ما يضايقش اللي حواليه، وانه يشرب قدامهم او ياكل قدامهم. بيبقى يعني بيخلي دي حاجة في بيته، صح؟ يعني اغلبنا كده. طيب كلنا بنستنى اخر يوم في رمضان علشان خلاص رمضان خلص، بنستنى الفجر يأذن عشان نشرب في البلكونه، صح؟ بنخرج كلنا البلكونه ونشرب ميه، نشرب شاي بلبن والكحك والبسكويت اللي احنا تعبنا فيه في رمضان في اخر يومين. بنبدا بقى ناكل الكحك والبسكوت، صح كده؟ صح. يبقى احنا في عيد الفطر طبيعي بالنسبه لنا ان احنا بنسبق في الاكل على طول. بعد الفجر لما بنبقى خلاص بقى انا عادي، محدش ليه عندي حاجه، انا اصلا كده انا فاطر خلاص، احنا خلصنا الشهر. بتبقى فرحه، يعني بيبقى ليها كده يعني حاله خاصه بيها، صح؟ يبقى انا كده يستحب ليا ان انا اكل الكحك والبسكوت والحاجات دي، ان انا اكلها قبل ما اروح اصلي. فهمتوها كده؟ بقت بسيطه شويه. طيب عيد الاضحى احنا يعني مستنيين بصراحه ان احنا ناكل لحمه، يعني صح ولا لا؟ بنبقى مستنيين ان احنا بعد ما نصلي هنروح نذبح عشان نجيب اللحمه، وعشان نفرق اللحمه، وعشان ناخد الجزء بتاعنا ناكله، صح؟ فبنبقى ملهوفين ان احنا ناكل اللحمه بتاعت الاضحيه بتاعتنا. فعشان كده يستحب في عيد الاضحى اننا ناكل بعد ما نصلي. شفتوا بقى سهله ازاي؟ يبقى في عيد الفطر احنا بنبقى ملهوفين على الاكل عشان بنبقى خارجين من صيام كتير قوي وايام كتير. اما في عيد الاضحى لا، ده احنا بنبقى مبسوطين ان احنا هناكل اللحمه، فبنستنى بعد الصلاه. خلاص كده اتفهمت او اتحفظت كويس؟ اعتقد ان كنتوا لو حطيتوها في دماغكم بالاسلوب ده مش هتنسوها ابدا. طيب عندنا تاني حاجة الاغتسال. طبعا انتوا عارفين حمومة العيد، صح ولا لا؟ محدش يقدر ينكرها بصراحة، حمومة العيد دي أساسية. طيب الاغتسال ده عندي مهم جدا، يعني يستحب، تمام؟ مش هنقول ان هو واجب ولا فرض، بس هنقول ان هو مستحب. لو تفتكروا احنا كنا خدنا الترم الاول الاغسال المسنونة، وكان من ضمن الاغسال المسنونة كان الغسل اللي هو بتاع يوم العيدين، وقلنا ان احنا بنغتسل ايام العيد ويوم الجمعه والحاجات دي عشان هي بتكون ايام زحام وفيها تجمعات كبيره. فتخيل لو انت رايح المسجد وريحتك مش حلوه، او يعني محدش يحب يقعد جنبك، ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى يستحب الاغتسال في يوم العيدين. وايه كمان؟ قال لك التطيب او التطيب، يعني اللي هو مثلا يعني حاجه كده حد يقرب مني يشمها، مش كل الناس تشمها، مش بنقول نحط برفيوم، لا. يعني التطيب ده اللي هو زي العطر او الحاجات المسك، الحاجات البسيطه جدا، تمام؟ طبعا للرجال عادي، اما للنساء طبعا يعني يستحب التطيب ده يكون في المنزل، بس طبعا هم مش كاتبين كده، هم كاتبين التطيب، فاحنا هنكتب التطيب، تمام؟ طيب عندنا كمان؟ عندنا الاستياك جايه من كلمه سواك. السواك ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه كده عامله زي القلم ده كده، ولون يعني هي عامله خشبه كده، وبتقعد تتقشر كده ويقعد ينظف بيها اسنانه، ده اسمه السواك. وهتلاقوه لحد دلوقتي موجود، يعني في ناس بتبيعه عادي وفي ناس بتستخدمه. او ان احنا نغسل سناننا بالفرشه والمعجون، فده برضو احنا كده يعتبر خدنا ثواب، او خدنا ثواب المستحب في الاستياك، تمام؟ طيب عندنا كمان لبس احسن الثياب. لبس احسن الثياب ده ما يستحب فعله في صلاة العيدين او يوم العيدين. يستحب ان احنا نلبس احسن الثياب. احسن الثياب زي هدوم العيد كده، لما بنيجي نشتري هدوم العيد هي دي احسن الثياب، او مش شرط ان انا اشتري هدوم جديدة، ممكن تكون هدوم عندي بس شكلها حلو. يبقى لبس احسن الثياب في يوم العيدين ده مستحب. افكركم كده باللي احنا قلناه، قلنا يستحب الاكل، ايوه سامعاك، برافو شاطر. يستحب الاكل في عيد الفطر امتى؟ قبل صلاة العيد. ويستحب الاكل في عيد الاضحى بعد صلاة العيد. طيب وايه تاني؟ قالك الاغتسال، وايه كمان؟ لبس احسن الثياب، وايه كمان؟ التطيب،
اللي هو قلنا زي المسك او الحاجات دي. ايه كمان؟ الاستياك اللي هو السواك، اللي هو فرشة السنان والمعجون مثلا. تمام، يعني ده او ده. طيب ايه كمان عندنا؟ قالك 6، قالك التوجه الى المصلى اللي هو المسجد. لو انا رايحه المسجد اتوجه ليه ماشي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا انا يعني في امكانيتي اعمل كده، انا قادر امشي لحد المسجد، يبقى يستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي لحد المسجد في العيد، او هو رايح يصلي العيد كان بيمشي لحد المسجد، فده اقتداء بالنبي. طب انا معايا عربيه والمسجد بعيد، ينفع اركب العربيه؟ طبعا ينفع عادي، بس احنا بنقول الحاجات المستحب فعلها في صلاه العيد، ان انا اروح اصلي في المسجد، بس اروح من بيتي مشي. تمام، اقتداء بالنبي. طيب عندنا اخر عنصر اللي هو السابع، بيقول لي الإصرار بالتكبير في عيد الفطر. والجهر بالتكبير في عيد الأضحى. طيب أنا ممكن أتلخبط، طب أعمل إيه؟ أفتكرها إزاي؟ هقول لك طريقة تفتكرها بيه، طريقة مضحكة شوية بس معلش مش مشكلة. عندنا في عيد الفطر أنا قلت لك إنه يستحب إنك تاكل قبل العيد، فأنت كنت هتبقى واكل كحك وبسكويت، صح؟ كحك وبسكويت دول فيهم سمنه، والسمنه ممكن تطبق على نفسنا، صح؟ هنبقى ماشيين مش قادرين ان احنا نتكلم اصلا وتقال شويه. فالاصرار بالتكبير، احنا مش هنتعبك، هتعمل ايه؟ هتكبر بس في سرك. تمام، يبقى احنا كده في صلاه العيد الفطر هنعمل ايه؟ هنكبر في سرنا. الاصرار في التكبير. ليه؟ عشان انا مش قادر اتكلم من كتر الاكل اللي انا اكلته. تمام. طيب في عيد الاضحى بقى، في عيد الاضحى لا احنا رايحين نذبح، صح؟ رايحين نذبح بعد العيد، يعني كلنا همه ونشاط، فلازم وانت ماشي تكبر بصوت ايه؟ بصوت عالي، يعني يكون في جهر في التكبير. تمام؟ الجهر اللي هو ان صوتك يبقى مسموع، اما الاصرار اللي هو صوتك ايه؟ خفي يعني، او حاجه ايه في نفسك كده، او انت بس اللي سامعها. تمام كده؟ مفهوم؟ اتفهم؟ يبقى احنا قلنا 7 حاجات يستحب فعلها في صلاة العيدين. حد بقى شاطر كده يعرف يكتبهم لي تحت في التعليقات عشان هقرأهم؟ ثالث عنصر عندنا متى يبدأ وقت صلاة العيد ومتى ينتهي. امتى وقت صلاة العيد بيبدأ وامتى وقت صلاة العيد بينتهي؟ قالك بيبدأ وقت صلاة العيد بعد التشريق أو بعد الشروق، يعني بعد قدر الرمح كده من الشمس. قالك يعني حوالي ربع ساعة بعد الشروق. تمام، ربع ساعة بعد الشروق يبدأ إن احنا نصلي صلاة العيد. طيب هو أنا ينفع يجيلي سؤال يقول لي بين الحكم فيما يأتي؟ صلى صلاة العيد قبل دخول وقتها أو قبل ربع ساعة من الشروق. الإجابة شاطر، برافو، لا يصح، لا يصح. ده حكم، علم عليه في الكتاب عندك واكتب جنبه ايه؟ حكم، ان ده حكم. طيب يجيلي ويقول لي امتى بينتهي وقت الصلاة؟ طبيعي احنا عندنا كل صلاة بتسلم اللي بعدها، كل صلاة بتسلم اللي بعدها. طيب احنا قلنا بيبدأ بعد ربع ساعة تقريبا من الايه؟ من الشروق. وهينتهي امتى؟ وقت دخول الظهر. الظهر لما يدخل اللي هو صلاة الظهر لما تدخل، ينفع ان انا اصلي صلاة العيد؟ لا خلاص. ليه؟ لان وقت الظهر دخل، فكده ايه اللي خرج؟ صلاة العيد، وقت صلاة العيد خرج. تمام كده؟ فاهمين؟ يا رب تكونوا فاهمين. احنا كده خلصنا التقويم. هناخد حل العناصر دي. الافضل طبعا انك تحل العناصر دي بعد ما تقفل الفيديو على طول، تحلها في كده في ورقه او في كشكوله عشان المعلومات تثبت. وهديلك التقويم انك تحل في التعليقات رقم 2 بس مش هتقل عليكم. تمام كده؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا ريت لو انتوا استفدتوا فعلا تفيدوني انا وتبسطوني انا وتقولوا لي في التعليقات. السلام عليكم.